مع استمرار ظاهرة الجفاف التي تضرب منطقة شمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، ومع غياب إجراءات وآليات قانونية تمكن الفلاح من التأمين على منتوجه من هذه الوضعية المناخية العالمية، تتعالى الأصوات في الأوساط الفلاحية المحلية المنادية بإعادة تفعيل دور الصناديق الائتمانية التي تمتلكها الدولة، ومن ضمنها صندوق الكوارث الطبيعية. صحيح، الصندوق هذا تاع الكوارث الطبيعية اللي هو مجمد عدة سنين، الفلاح أصبح غير ممكن له أنه يباشر السنين القادمة لولا يكون تدخل مباشر من الدولة. التدخل المباشر من الدولة لابد وأنه يكون عن إطار تفعيل صندوق خاص، وهنا كنا نعرف فيما سبق كان الصندوق الخاص اللي يقيس الكوارث الطبيعية وحتى الكوارث ككل. حالة الجفاف التي تعيشها معظم مناطق الوطن، وإن جاءت بعد فترة من تقليص الدولة لصناديقها السيادية والائتمانية، تستدعي اليوم بحسب المتابعين للشأن الاقتصادي للبلاد إعادة وضع استراتيجية واضحة لتسيير ما تبقى من صناديق وتوجيه مواردها المالية لصالح تحقيق الأمن الغذائي للأمة الجزائرية. مقبل كان تقريبا 75، ثم تم تخفيضها نظن تقريبا السنتين الأخيرتين، تم الوصول إلى سنة إلى 12 أو 13 صندوق. ينبغي طبعا أن تسود، لا هو كثرة الصناديق جميل جدا، ولكن ينبغي أن تسودها طبعا أكثر شفافية فيما يخص عملية التسيير، أن تخضع لمنظومة المحاسبية ورقابية حتى بالنسبة للمخرجات والمدخلات بالنسبة لهذه الصناديق. أما استهداف تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي فينطلق حسب العارفين من مبدأ التضامن الوطني. ستساهم التنمية المستدامة في تعزيز استغلال الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة التي تنشئ قيمة مضافة وفرص عمل، تدعم صناديق التضامن لمكافحة الجفاف والكوارث الزراعية والحفاظ على البيئة وتحقيق المخطط الوطني المتوازن لاستخدام الأراضي والثروات الطبيعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العادل والأمن والازدهار في البلد. وكانت الجزائر تمتلك أكثر من 70 صندوقا سياديا، غير أن تأثيرات تراجع مداخل الدولة من الإيرادات البترولية إثر انهيار أسعارها في الأسواق العالمية العام 2014 أرغم القائمين على السياسة المالية للبلاد إلى المرور لمرحلة غلق وتجميد غالبيتها.